شلون تتشمس حق فيتامين د؟ وايد انصدم لما اسمع ناس يقولون لازم تتشمس في فترة ما بعد الفجر او قبيل غروب الشمس، وهذه الفترة تحديدا ما تقدر تستفيد من الشمس لتصنيع فيتامين د. هذا البوست راح نصحح بعض الحقائق المغلوطة فيما يخص هذا الفيتامين، فيتامين د. اول معلومة نحتاج نصححها ان اشعة الشمس ما فيها فيتامين د. فيتامين د موجود في تحت الجلد عندنا بصورة غير مفعلة، وأشعة الشمس هي التي تفعلها. المعلومة الثانية نحتاج نصححها، وقت التشمس ما ينفع بعد الفجر أو قبيل المغرب، يجب أن تكون الشمس عمودية، يعني فترة الذروة من 11 إلى الساعة 3، لأن في هذه الفترة موجودة الحزمة فوق البنفسجية UVB اللي هي تحفز الجلد لتفعيل فيتامين د. ايش كثر يحتاج تتشمس؟ تكفي مساحة الذراع مدة 5-6 دقائق من التعرض المباشر للشمس، يعني من دون جامة من دون منظرة. هذه تعطيك تقريبا 10,000 وحدة يومية من فيتامين د اللي تكفيك مدة أسبوع إلى 10 أيام. أذكركم أن حاجتك اليومية من فيتامين د 400 وحدة دولية، أما تحصل عليها من التشمس الصحيح، وأما من الأكل نفس الألبان، البيض أو السردين أو التونة أو السلمون، وأما تأخذها من الحبوب. لكن طبعا المصدر الطبيعي هو أفضل.